محبين عالم مارفل السينمائي، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. خصوصا الفيديو التاني في السلسله اللي احنا بنعملها استعدادا لفيلم ديدبول اند وولفرين اللي خلاص قرب ينزل خلاص في السينمات، على حسب بقى ما انت بتشوف الوقت الفيديو ده امتى. ففي سلسله كده طويله احنا هنعملها، حتى لو ما لحقناش ان احنا ننزل السلسله دي كلها لحد ميعاد الفيلم، بوعدكم ان انا هكمل في السلسله دي، لان لسه عالم مارفل مكمل معانا بقى لحد اولادنا واحفادنا يعني. الفيديو النهارده عبارة عن وثائقي كيف بدأ عالم مارفل السينمائي. هسيبكم مع الوثائقي اللي انا عامله بطريقة مختلفة وبطريقة انا اول مرة اقدمها عندي في التشانل، ويهمني جدا في اخر الفيديو تقولوا لي رأيكم وتعملوا شير بقى ولايك وسبسكرايب والحركات دي. اسيبكم مع الوثائقي وان شاء الله يعجبكم الفيديو اللي انا عامله المرة دي والفورمات بتاعه. اهلا بكم في الفيديو اللي هنتكلم فيه عن القصة الكاملة لعالم مارفل السينمائي، من البدايات المتواضعة في عالم الكوميكس لبيع حقوق الشخصيات لحد ما بقت الإمبراطورية السينمائية اللي بنعرفها دلوقتي. في سنة 1939 تأسست مارفل كوميكس تحت اسم تايملي بيكتشرز. البداية كانت مع شخصيات زي بلاك بانثر وكابتن أمريكا اللي بقت رموز ثقافية خلال الحرب العالمية الثانية، خصوصا شخصية كابتن أمريكا اللي كانت مصدر الشجاعة والإلهام للجنود في الحرب لأنها بتمثل أمريكا القوية. الشخصيات دي بدأت بقيادة الكتاب المبدعين زي ستان لي وجاك كيربي وستيف ديتكو. قدمت مارفل شخصيات جديدة ومعقدة على مدار التاريخ بتعبر عن تحديات العصر وعن تحديات كل فترة الشخصية بتظهر فيها. ودي كانت أهم نقطة خلاها تبرز بين دور النشر التانية زي دي سي مثلا. فضلت مارفل ودي سي لحد التسعينات راس براس. دي سي كانت بتتميز بالظلامية والشخصيات الدرامية المعقدة، ومارفل كانت بتتميز بالشخصيات المتنوعة اللي بتعبر عن كل فصيل في المجتمع، لحد ما وصلنا للتسعينات. في التسعينات مارفل واجهت أزمة مالية كبيرة جدا، وده أدى إنها تبيع حقوق بعض شخصياتها الأكثر شهرة لاستوديوهات الأفلام الكبيرة، زي مثلا اكس مان وفانتاستيك فور اللي مارفل باعتهم لشركة فوكس، وطبعا باعت عالم سبايدر مان بشخصيات سبايدر مان كلها لشركة سوني. وفي الوقت ده ما كانش واضح ان الصفقات دي هتأثر على مستقبل عالم مارفل بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي، اللي اكيد لو رجع الزمن ما كانوش عملوا ده. بالفعل بدأت سوني وفوكس بإنتاج أفلامهم للشخصيات اللي أنا قلتها، وأغلب الأفلام دي نجحت، مما خلى مارفل تندم ندم كبير على بيع الشخصيات دي، خصوصا إن هم باعوها بأرقام لو سمعتها دلوقتي ممكن تضحك. لك أن تتخيل يا مؤمن إن مارفل باعت عالم سبايدر مان لسوني بحوالي 10 مليار دولار بس. طبعا مارفل مع دخول الألفية الجديدة قالت لك أنا مش هتفرج. طيب أنا مش هبيع شخصيات تاني، بس أنا اوريدي عندي شخصيات لسه ملكي، ما أنا ممكن الشخصيات اللي عندي ولسه ملكي دي أعمل منها أفلام. عشان كده مع دخول الألفية الجديدة مارفل قررت تستعيد السيطرة على شخصياتها البقية من خلال تأسيس استوديوهات مارفل أو مارفل ستوديوز. بدأت الشغل على أول فيلم مستقل ليها، وكان فيلم ايرون مان في 2008 بطولة روبرت داوني جونيور اللي لعب دور توني ستارك، والفيلم حقق نجاح كبير نقدي وجماهيري، وكان شرارة الانطلاق في بناء عالم مارفل السينمائي المترابط.
I am Iron Man. AP Money Minute. Today, happy to announce that Disney has agreed to acquire Marvel Entertainment. بعد نجاح فيلم ايرون مان 2008، اكبر استوديو موجود في امريكا وهو استوديو ديزني قرر يشتري شركة مارفل ويضم مارفل ستوديوز الى استوديوهات ديزني. ودي كانت نقلة كبيرة جدا لشركة مارفل لانها دخلت تحت مظلة اكبر استوديو موجود في امريكا، وده طبعا فرق معاها انتاجيا في الافلام اللي نزلت بعد كده. بعد نجاح ايرون مان، مارفل بقى قررت انها تعمل افلام بباقي الشخصيات اللي معاها زي انكريدبل هالك وثور وكابتن امريكا، وبعدها جاردنز اوف ذا جالاكسي وافنجرز وحاجات كتير قوي. وما ننساش ان تحديدا خلال الفترة دي وفي عام 2015 مارفل توصلت لاتفاق مع شركة سوني ان هم يستخدموا شخصية سبايدر مان في افلام عالم مارفل السينمائي. بس الاتفاق ده مش معناه ان مارفل ترجع حقوق سبايدر مان بالكامل، ده مجرد تعاون ما بين استوديوهات مارفل وما بين سوني. قدمت مارفل كمان افلام زي جاردنز اوف ذا جالاكسي وبلاك بانثر، والافلام دي حققت نجاح كبير مع تركيز على تقديم شخصيات متنوعة وقصص جديدة. وزي ما قلت في 2019 نزل افنجرز اند جيم، وكان التتويج لمرحلة كبيرة جدا من عالم مارفل السينمائي، وحقق ارباح قياسية وفضل جزء من الثقافة الشعبية العالمية، والناس بتعتبر الفيلم ده هو افضل فيلم سوبر هيرو اتعمل على الاطلاق. On your left. Avengers! بعد افنجرز اند جيم مع النجاح الكبير ده، عالم مارفل اتوسع كمان ليشمل مسلسلات تلفزيونية ومنصات بس زي ديزني بلس اللي انتجت اكتر من مسلسل احداثه بتدور داخل عالم مارفل السينمائي. وكشفت صحف أن شركتي والت ديزني كو و 21st Century فوكس العملاقتين للترفيه والإعلام تنويان إبرام صفقة كبرى. That blockbuster deal announced today involving our parent company Disney, spending more than $52 billion to buy a significant portion of 21st Century Fox. في عام 2019 برضو ديزني اللي بتمتلك مارفل اعلنت انها استحوذت على شركة فوكس. فاكرين فوكس اللي كان معاها شخصيات الاكس مان والفانتاستيك فور اللي هم اصلا كانوا بتوع مارفل؟ احب اقول لك ان الصفقة بتاعت شراء ديزني لشركة فوكس تمت بحوالي 74 مليار دولار. انت متخيل الرقم؟ المهم ان الحدث الكبير ده فتح الباب لامكانيات جديدة لتوسيع العالم السينمائي وتقديم قصص وشخصيات جديدة من الاكس مان والفانتاستيك فور، وده اللي هنشوفه لاول مرة في فيلم ديدبول اند وولفرين اللي هينزل قريب. is about to change forever. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. عالم مارفل السينمائي لسه بيتطور ولسه بيكبر مع خطط لافلام ومسلسلات جديده زي دير ديفل ومون نايت وافنجر سيكريت وورز وافنجرز كانج داينستي وغيرها 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 من الاعمال اللي هتنزل قريب، خصوصا بعد ما اتبنت مارفل مفهوم الاكوان المتعدده في عالمها السينمائي، وده اللي اتاح ليها العديد من الافكار والقصص العبقريه والمبتكره اللي احنا ممكن نشوفها قريب في العالم السينمائي بتاعنا. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وتستنى الفيديو اللي جاي في السلسلة بتاعتنا عن عالم مارفل السينمائي. None of us killed him. They did. The beginning
to touch the multiverse. And if we let them, they will take everything. They came to kill the devil. Hey? I keep you safe. And if you think I'm evil, well, just wait till you meet my Darius. Beacon. Sending a message. My head speaks a language I don't understand. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. I just wanna feel love, feel the home that I live in. I got too much life running through my veins, going to waste. You're an Avenger. The Council of Kangs has sworn never to interfere in another Kang's timeline. Because of the danger posed by your Avengers, we make an exception. I will take my revenge on those who banished me. And I will burn them out of time. Deal with the Avengers, Kang, as we have. The world has no need of these heroes. I get too much love running through my veins.